البعض عندما يصل الحديث حول تربية النفس، حول بناء النفس، حول القلب السليم، البعض قد لا يصغي للحديث، يقول نحن أين وهذه المقامات أين؟ تكلم عن الوضوء والغسل والتيمم، هذا الذي أنا مبتلى به. وأما الحديث عن بناء النفس، عن تهذيب النفس، فهذا له رجاله، وأين نحن من هؤلاء الرجال؟ هذا في الواقع أول خطأ يرتكبه الإنسان، ولا أقول أكثر من خطأ. هذا ظلم، وقد خاب من دساها أي دفنها. بعض الناس يقتلون أنفسهم، تعبير أم يدسه في التراب تعبير إلى بنات الجاهلية. بعض الأوقات الإنسان يتعامل مع نفسه كتعامل الجاهليين مع بناتهم، كانوا يدفنون بناتهم وهن أحياء، ونحن أيضا ندفن أنفسنا ونحن أحياء. هذه النفس، هذه الروح التي يقول عنها ابن سينا هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، هذه الأمانة الإلهية وصلت إلينا لنرجعها مو فقط سالمة، مو قلب سليم، وإنما كاملة مكملة. بعض الناس يموت على غير الفطرة وكان صبيا على الفطرة، بعض الناس يموت على الملكات الخبيثة وهو كان صبي يتمتع بنقاوة الأطفال. وكلكم تعرفون اصطلاح براءة الطفولة، طفل بريء ويموت بعد 60 سنة وإذا هو أكبر المجرمين. أليست هذه جريمة بحقه؟ هذه الروح الأمانة التي أعطيت لك على الأقل أرجعها ببراءة الطفولة، أرجعها كما كنت طفلا. هذا أضعف الأيمان. وعليه أرجع وأقول إخواني، من هموم المؤمن الكبرى أن يبني هذا البناء. البعض من المؤمنين عندما يسمع بالصدقة الجارية يقول يا ليتني كنت ثريا تاجرا لأبني مثل هذا المسجد. ومن قال لك بأن بناء النفس ليس بأقل عند الله من بناء المسجد؟ المؤمن أشرف من الكعبة، المؤمن بنيان الله في أرضه. الذي يبني هذا البنيان الباطني حسب ما نفهم من هذه الرواية وكأنه عند الله أعلى وأشرف من بناء المسجد. بناء المساجد يحتاج إلى دريهمات، إلى طوابيق، إلى حديد، وإذا بالبناء يرتفع. ولكن بناء النفس وما أدراك ما بناء النفس. رحم الله أحد علمائنا الماضين في تلك الأيام كانوا يركبون الدواب وعلى الدابة ثقل. نعم، هذه الدابة المسكينة ذللناها لكم. نعم، عندما رآه العالم وقد أوصل الأمانة إلى المحل المقصود أخذ يبكي. قيل له مما بكاؤك؟ قال هذا الحمار، هذه الدابة أدت وظيفتها في عالم الوجود، خلقها الله لتحمل أثقالكم وقد حمل ثقله إلى المنزل، وأنا لم أحمل ثقلي إلى منزلي. هذه الدابة حققت الهدف من الخلقة، وأنا بني آدم ما حققت الهدف من خلقتي. فإذا إخواني أعزائي، بناء النفس، هيكلية النفس، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بنى نفسه فصار خاتما للأنبياء. فإذا أفضل مشروع في زمان الغيبة أن يبني الإنسان فيها نفسه.